السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج النسر قطر 2022. النسخة الأجمل والأمتع والأحلى في نسخ كأس العالم اللي أنا اتفرجت عليها في حياتي كلها الصراحة. ودور مجموعات أنا ما شفت زيه قبل كده. أدوار المجموعات اللي في كأس العالم اللي فاتت كان دايما نتيجة معروفة مسبقا، والمنتخبات الكبيرة هي اللي بتصعد وهي اللي بتعمل نتائج وهي اللي بتعمل أداء. إنما الكأس العالم المرة دي منتخبات ما كانتش في الحسبان، منتخبات ما كانتش هي يعني إيه منتظر منها الأداء القوي اللي هي عملته، ولكن فاجئتنا بأداء ونتائج وصعود وحاجات بصراحة مبهرة جدا. يعني تقريبا هي النسخة الأمتع في تاريخ كأس العالم، ولسه بقى منتظرين دور ال 16 ومنتظرين اللي هيحصل. وأنا متوقع مفاجآت كتير هتحصل في الفترة الجاية دي في كأس العالم، ولسه هنتابع فيها. بس يا ريت لو أنت أول مرة تتفرج علينا تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا في الحلقات الجايه وترجع تشوف الحلقات اللي قبل كده. ولو انت على الفيسبوك اعمل لايك على صفحه النسر، وخش بقى على الحلقه نشوف اللي حصل في دور المجموعات من كاس العالم ده ونتكلم فيه. نبدأ بالمجموعة الأولى، وهي كانت مجموعة هولندا والسنغال والإكوادور وقطر، واللي صعد منها هولندا والسنغال على حساب الإكوادور وقطر. قطر اللي هي من أسوأ المنتخبات في كأس العالم، إن ما كانتش هي أسوأ منتخب، لأن كأس العالم على أرضها وتخسر الثلاث ماتشات بالمستوى ده والأداء ده وعدم الروح ده، بصراحة هي أسوأ منتخب بالنسبة لي. وهي عملت ريكورد تاريخي بصراحة يعني، بس ريكورد سيء جدا، اللي هي أول منتخب يستضيف البطولة وما يتعادلش ماتش حتى على أرضه، وجاب جون واحد بس، فسبحان الله. إنما السنغال وهولندا يعني إيه، هولندا لعبت بأداء متوسط، يعني زي ما تقول ما لعبتش بكامل قوتها في كأس العالم لحد دلوقتي. انما السنغال هي اللي عملت اداء مشرف جدا واداء قوي جدا، وانا منتظر اللي هي تكمل كمان بعد دور ال 16، وده انا متوقع كده ان شاء الله. ودي كانت المجموعه الاولى. خش على المجموعه الثانيه على طول. المجموعة الثانية اللي هي كانت انجلترا والولايات المتحدة وايران وويلز، وبرضه يعني المجموعة دي ما حصلش فيها اي مفاجآت، وانجلترا وامريكا هم اللي صعدوا. رغم ان ايران دحرت كده شوية، هي خسرت في الاول 6 بس دحرت بعد كده، وكانت ممكن اللي هي تكمل، ولكن ايه انجلترا وامريكا هم خلصوا الحوار. يعني رئيس الشاوري كان امه وبنتها، فالاثنين صعدوا مع بعض، ومجموعة ما فيهاش اي مفاجآت يعني. ونخش على المجموعة اللي بعدها. المجموعة الثالثة بقى بصراحة اللي الواحد حزن حزن شديد جدا وهو بيتفرج على الماتشات بتاعتها، لأن البداية بتاعتها كانت قوية جدا. أولا هي المجموعة كان فيها الأرجنتين وبولندا والمكسيك والسعودية. المجموعة بدأت بفوز للسعودية على الأرجنتين تاريخي لا يمكن حد ينساه طبعا، وكلنا اتكلمنا على اللي عملته السعودية والإبهار اللي عملته السعودية في الماتش ده. ولكن السعودية ما عملتش حاجة تانية، هي بنت على الماتش ده وخلاص، يعني قصدي ما بنتش على الماتش ده وكملت، لا هي خلاص وقفت على الماتش ده وتمام كده، احنا عملنا كل اللي احنا عايزينه. بعد الماتش ده تخسر من بولندا 2-0 رغم الأداء القوي اللي كانت عاملاه، بس الحظ ما كانش ماشي معاهم الصراحه. ولكن الماتش الاخير قدام المكسيك بصراحه كان ماتش يكسف، لا اداء ولا روح ولا اي حاجه. السعوديه يعني كانت فوق كده، بعد كده ضربت غطس جامد قوي لدرجه ان هي تطلع الرابع في المجموعه دي. يعني المجموعه دي اللي صعد منها الارجنتين وبولندا، تمام كنا متوقعين في الاول خالص قبل كاس العالم ما يبدا ان الارجنتين وبولندا هم اللي هيصعدوا، ولكن الاداء اللي بدات بيه السعوديه في المجموعه دي ما كانش يوحي بالترتيب ده خالص. اللي احنا قلنا المجموعه دي على الاقل السعوديه هتصعد تاني، ده لو ما صعدتش اول، وكان في ايديها اللي هي تصعد لحد اخر وقت، كان في ايديها اللي هي تصعد، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني. والمفروض بقى السعوديه تبني على الخطوه اللي عملتها في كاس العالم دي، اللي هي تقوي منتخبها اكتر، واللي هي تزرع في اللعيبه الروح اللي هي ايه، انا مش قليل. يعني احنا اتفرجنا على السعوديه قدام المكسيك، الشخصيه العربيه بانت والعقليه العربيه بتاعت اللاعب العربي بانت في الماتش بتاع المكسيك ده، فيا ريت يطوروا نفسيا اكتر من كده يعني. ودي كانت المجموعه، ونخش على المجموعه اللي بعدها. المجموعة الرابعة اللي فيها فرنسا واستراليا وتونس والدنمارك. هي المجموعة دي حصل فيها مفاجأة، ان الدنمارك ما صعدتش على حساب استراليا هي اللي صعدت على حسابها. انما تونس يعني احقاقا للحق قبل كاس العالم وحتى اثناء دور المجموعات وهو كان شغال، تونس ما قدمتش اي دليل اللي هي ممكن تقدر تكمل في كاس العالم المرة دي. ولكن فرنسا خدت اول ماتشين وخدت اللي هي عايزاه من البطولة وصعدت على طول. لعبت الماتش الثالث قدام تونس، يعني ما نقدرش نقول التيم الثاني بتاعها، ولكن بعض البدلاء اللي لعبتهم في الماتش ده وريحت الاساسيين. وتونس طبعا عملت ماتش تاريخي وكسبت الماتش ده، كانت يعني تقريبا كانت زنقه فرنسا طول الماتش في منطقه جزائها. يعني مش قادر اقول غير خروج مشرف لتونس الى حد ما عشان كسبت فرنسا في الاخر. ولكن الماتش اللي انا ما اقدرش افوته هو ماتش استراليا، دايما اتكلمت فيه قبل كده، ولكن برضه هرجع تاني، الماتش كان في ايدينا والله العظيم اللي احنا كنا نقدر نكسب ونعدي. ولكن برضه اللي انا قلته في الماتش في السعوديه او عقليه اللاعب العربي، برضه ده اللي انا هتكلم فيه. اول لما الضغوط اتشالت من عليهم في ماتش فرنسا لعبوا وادوا تمام، انما لما كان في لسه امل اللي هم يصعدوا وقت استراليا، العقليه وقعت في الارض والنفسيه وقعت في الارض وكل حاجه راحت. ده اللاعب العربي كده. المجموعه دي برضه يعتبر مش مفاجاه كبيره، ولكن فرنسا واستراليا هم اللي هيكملوا في المجموعه، يعني هم كملوا في دور ال 16. وخش على المجموعه اللي بعدها.
خش لي بقى يا معلم على احلى مجموعه واحلى اداء اتلعب في المجموعه دي في كاس العالم السنه دي، هي مجموعه اسبانيا واليابان وكوستاريكا والبسكليتات او ما يعرف بمنتخب المانيا. الترتيب بتاعها بصراحه كان في اخر ربع ساعه في البتاع في الماتش، اخر ربع ساعه في الماتشين اللي كان بيتلعبوا في اخر جوله، كان ممكن الدنيا تبقى بص عارف احلام العصاري، كانت تبقى بزراميط في المجموعه دي، كان يبقى اسبانيا متصدر والتاني كوستاريكا والتالت اسبانيا والرابع المانيا، يعني الدنيا كانت تبقى بايظه خالص. هو كملت نصها ان اليابان هي اللي صعدت اول واسبانيا هي اللي صعدت تاني والمانيا باي باي يعني احسن الحمد لله كاس العالم نضيف منهم. ولكن مجموعه مفاجاه جدا ان اليابان تصعد على حساب المانيا، دي اول حاجه اللي هتكسب المانيا بعد كده تكسب اسبانيا في الماتش الثاني وهي يبقى مصيرها بايديها وهي اللي تصعد، كتر خير الدنيا. واليابان يعني بالمستوى ده لو فضلت تلعب بالاداء والروح دي لا هتكمل بعد كده. والمانيا احنا شفنا يعني ما شاء الله يعني حلوه دي صح، حطوا ايديهم على بقهم ولا ما اعرفش حطوها فين تاني بعد كده، ولكن ادينا عرفنا ايه اللي اتحط فين بعد كده، خلينا ساكتين مش عايزين نتكلم. ولكن اسبانيا بدات البطوله باداء عالي قوي قدام 7-0 قدام كوستاريكا، قلنا بقى اسبانيا هتاكل الاخضر واليابس. تيجي الماتش بعدها وزي ما اتكلمنا والناس كلها اتكلمت بعد كده قالت ان هو شبه كان في زي الناس لاحظت ان في شبه اتفاق ما بين المانيا واسبانيا ان الماتش بتاعهم يخلص 1-1 عشان يبقى كل واحد قدامه الفرقه الثانيه ازازها، اسبانيا تأزأز اليابان والمانيا تأزأز كوستاريكا. هي المانيا أزأزت كوستاريكا بس في اخر الماتش يعني 4-2 بعد ما خربت مالطا خلاص، ولكن اليابان عملت اللي عليها وخلصت وهي اللي صعدت. هنشوف بقى اللي هيجرى اليابان ايه، لان اليابان انا متوقع لها مستقبل باهر في كاس العالم السنه دي، فهنشوف هتكمل على ايه وخش على المجموعه اللي بعدها. نخش على المجموعه السادسه، وانا اتكلمت قبل كده في اول البرنامج خالص في اول حلقه عملتها كانت في الافتتاح اللي انا كنت براهن على منتخب المغرب من اول خالص اللي هو هيكمل في البطوله دي وهو اللي هيرفع رايه العرب وهو اللي هيشرف افريقيا. بصراحه ما خيبوش املي، انك تصعد في مجموعه فيها كرواتيا وبلجيكا وتصعد اول ب7 نقط ده انجاز تاريخي صراحه يعني. وتصعد انت مش صاعد حظ يعني، ده مش بيلين ولا ضربه حظ، لا انت صاعد باداء ونتيجه. انت كسبان بلجيكا 2-0، انت متعادل مع كرواتيا، انت كسبان كندا 2-1، انت عامل اداء رهيب عليهم ما شاء الله يعني، اللهم صل على سيدنا محمد. فلا المغرب لو ركزوا وصدقوا نفسهم، المغرب لازم يصدقوا نفسهم، لازم يصدقوا احنا عملنا كده، احنا مش محظوظين، احنا عملنا كده، احنا نقدر. لو عملوا كده والله هيكملوا في البطوله، ادائهم احسن بكتير من المنتخبات اللي لعبوها يعني. والمغرب اداها احسن من منتخب اسبانيا يعني، المغرب لو قدرت تمسك نفسها قدام اسبانيا في دور 16 لا هتعدي ان شاء الله هتعدي. وانما بلجيكا بصراحه بقى انا مش عارف بلجيكا دي ايه يعني، انت عندك السكواد ده وعندك كميه اللعيبه دي، انت عندك تخمه من اللعيبه في السكواد بتاعك في القائمه بتاعتك، وانك تخسر بالاسلوب ده وتطلع بالمستوى ده، لا بصراحه انت حاجه مش طبيعيه. انت ما كسبتش غير كندا، بعد كده خسرت من المغرب وتعادلت مع كرواتيا، ده اللي انت عملته في البطوله كلها. بس كويس اللي هم خرجوا عشان عارفين ان هم كانوا بيأيدوا الحمد لله كل اللي بيأيدوا خرجوا الحمد لله، وكاس العالم نضيف منهم. لسه فاضل كام حاجه كده، اسبانيا برضو عايزه تبقلش يعني. خش على المجموعه اللي بعدها. المجموعه السابعه بقى اللي فيها البرازيل وسويسرا والكاميرون وصربيا، هي ما فيهاش اي مفاجآت، هم البرازيل وسويسرا هم اللي صعدوا، هم اللي كانوا مرشحين من قبل البطوله ما تبدا اللي هم يصعدوا، ولكن كان هيحصل تاتش اخير كده في البطوله يعني. ولكن ايه، سويسرا لحقت نفسها، كانت صربيا هتكسب والكاميرون كسبت اصلا البرازيل، ودي مفاجاه يعني اول مره تحصل تقريبا من فريق افريقي يكسب البرازيل، ويمكن هي الكاميرون تقريبا عملتها قبل كده في كاس القارات الله اعلم. بس لا تاريخيه للكاميرون وتاريخيه لفينسنت ابو بكر اللي هو جاب الجون بتاعهم وخد الانذار الثاني وايه السلام عليكم الحكم وماشي، اللي هو اللي عملت اللي على عايزين حاجه السلام عليكم وراح توكل على الله، قلع القميص ومشي اتطرد. فلا تاريخيه للكاميرون صراحه. هو الكاميرون عامل ماتش حلو، بس انا نفسي افهم برضو الكاميرون ليه ما لعبتش بالاسلوب ده من الاول يعني. قدام سويسرا اللي شفنا ماتش باهت جدا من الكاميرون وخرجوا يعني بشكل مهين قدام ماتش سويسرا. صربيا عملوا ماتش حلو 3-3، ولكن انت كنت تقدر تكسب صربيا، صراحه يعني. واديك كسبت البرازيل، فانت يعني طالع ب4 نقط وخروج مشرف برضو زي ما قلنا على تونس، خروج مشرف. ولكن برضو احنا زهقنا من كلمه خروج مشرف يعني، نفسنا نشوف على الراي شفت بوست كده مكتوب عايزين صعود غير مستحق، نفسنا فيها حتى، انما خروج مشرف زهقنا منها يعني. نخش بقى على المجموعه الثامنه والاخيره واللي فيها البرتغال واوروجواي وكوريا الجنوبيه وغانا. المجموعه دي اتشقلبت في اخر دقيقه في الماتشين، ان كوريا تكون متعادله مع البرتغال واوروجواي هي اللي صعد على غانا، تروح كوريا جايبه تاني وهي اللي تخلع مع البرتغال، والاوروجواي وغانا ياخدوا ايد بعض كده ويتوكلوا على الله. صراحه انا مبسوط في الاوروجواي، انا ما بحبش منتخب الاوروجواي ده من ساعه اللي عملوه في 2010 قدام غانا وسواريز اللي عمله طلع الكره بايده كده وغانا طلعت من البطوله. وانا بصراحه بكره الاوروجواي خالص، وغانا برضه على فكره مش بحبها، بس يعني منتخب افريقي زينا ونفسي هم يكملوا في البطوله، ولكن
ولكن يعني ايه الحمد لله على كده، معاهم 3 نقط وخرجوا. بس في حاجه عايز اتكلم فيها على غانا هنا. يعني غانا كان عندها فرصه ان هي تكمل في البطوله وهي تصعد. غانا لعبت في اخر 10 دقائق من الماتش، لعبت باسلوب يعني متساهل خالص، ولعبت اكنها كسبانه وعايزه ايه، عايزه الستر كده ومش عارف ايه. لا، في ايه اللي حصل؟ يعني اوروجواي هي اللي كانت كسبانه 2-0، وهي اللي ضغطت عشان خاطر كانت عايزه جون كمان عشان تصعد. انت كنت ممكن تجيب جون في الثاني وتصعد. انا مش عارف غانا عملت ليه كده، والاسلوب اللي لعبوا بيه ده، هل هم خلاص الطاقه عندهم خلصت ومش قادرين يلعبوا؟ الله اعلم. بس اللي انا شفته فيه تخاذل، وفي يعني حاجه مش طبيعيه حصلت. انما هم اللي كانوا دكوره الصراحه، وكانوا رجاله. هم كوريا الجنوبيه خلصوا على البرتغال، وبيدي لا بيد يا عمرو زي ما بنقول دايما، هي كسبت وهي اللي صعدت. فربنا يكرم كده ان شاء الله، ونتفرج على دور 16 قوي. ولسه دلوقتي هنشوف التوقعات اللي انا متوقعها، الله اعلم هتنجح ولا لا. انا كنت متوقع حاجه في دور المجموعات وما حصلتش خالص، فلسه هنشوف بقى التوقعات بتاعت دور 16. بس قبل ما نشوف توقعات دور 16 عايزين نشوف افضل 5 منتخبات في دور المجموعات واسوأ 5 منتخبات في دور المجموعات. نبدأ بأفضل 5 منتخبات في دوري المجموعات، ونبدأ رقم 1 هو منتخب المغرب. منتخب المغرب صراحة اللي مفاجئ الكل، فاجئ العالم كله بأداء ونتيجة وصعود أول على في مجموعة فيها بلجيكا وفيها كرواتيا. لا بصراحة يعني أنا بتمنى، والله العظيم بتمنى ان هم يكملوا إن شاء الله. بتمنى ما تخشش جواهم حتة الغرور، يبقى عندهم ثقة بس ما توصلش للغرور. في زي ما احنا عارفين في خط رفيع أو ما بين الثقة والغرور. فالمغرب هي أفضل منتخب عمل أداء في دور المجموعات لحد دلوقتي. نخش على المنتخب اللي بعده وهو منتخب اليابان. منتخب اليابان برضه عمل أداء تاريخي، انك تكسب منتخب المانيا وتكسب اسبانيا وتصعد بايدك انت وانت تصعد اول المجموعه. ده برضه اداء تاريخي لليابان. اليابان ما عملتش كده خالص. اليابان عمرها ما عملت الطريقه دي، انك تكسب منتخبين تقال جدا زي المانيا واسبانيا. لا، ده لازم تتحط في افضل 5 منتخبات في مرحله المجموعات لحد دلوقتي. المنتخب الثالث بقى هو منتخب السنغال. منتخب السنغال هو ما عملش الحاجه الواو قوي، هو صعد لدور ال 16، ده حاجه كبيره. ولكن انك تكون في مجموعه فيها هولندا والاكوادور وتصعد على حسابهم وتعمل الاداء ده، انت عملت اداء قوي جدا على هولندا صراحه يعني. ولكن هم اخر 5 دقائق ولا 7 دقائق هم الدنيا وقعت فيهم ذهنيا يعني. ولكن انت جيت بعدها عملت اداء قوي على قطر واداء قوي جدا على الاكوادور، وصعدت انت بايدك وبنفسك. السنغال تستحق انها تبقى موجوده في احسن 5 منتخبات في دور المجموعات. المنتخب اللي بعده هو منتخب فرنسا. منتخب فرنسا هو اي نعم خسر من تونس في اخر ماتش وعمل اداء وحش جدا، ولكن اول ماتشين كان اقوياء جدا، عملوا مستوى. اول ماتش كسبوا 4، ثاني ماتش كسبوا 2، وعملوا اداء قوي وعملوا عرض قوي جدا في البطوله. واخر ماتش هم لعبوا نقدر نقول لعبوا بالصف الثاني، مش قوي يعني لعبوا بالبطوله، ولكن يعني ايه فاهمين ازاي، خلاص كانوا صعدوا وكانوا مش محتاجين حاجه من الماتش، وصعدوا اول وخلصوا الليله. فهم فعلا كانوا من احسن المنتخبات اللي موجوده. المنتخب بقى الاخير اللي انا هحطه في المجموعه دي، وللاسف انا متضايق جدا يعني اللي هم خرجوا، هو منتخب السعوديه. منتخب السعوديه عمل اداء في اول ماتشين صراحه ولا في الاحلام. انت عملت اداء قوي جدا على الارجنتين وكسبت، عملت اداء قوي جدا على بولندا وللاسف خسرت. ولكن كان اداءك عالي جدا والروح كانت عاليه جدا، ولا ومش روح بس، لا كان في فرض سيطره وفي اسلوب وفي استحواذ على الكوره، وكان في فرص وهجمات ضايعه وضربه جزاء ضايعه، وكان في انت كنت عامل اداء جميل جدا. ولكن اللي خلاني احطه في المركز الخامس هو اخر ماتش اللي خلاه يطلع من البطوله، اللي هو خساره بالمكسيك 2-0. كان نفسي السعوديه تكمل بالاداء بتاع الحلو، ولكن واضح ان العامل البدني والعامل الذهني عند اللاعب العربي برده مش هض. حد يجي يقول لي بقى انت ما حطيتش ليه منتخب البرازيل ولا منتخب انجلترا ولا اسبانيا؟ اولا منتخب البرازيل لعب ماتش حلو اول ماتش، بس ثاني ماتش عمل وحش جدا قدام اوروجواي، وعمل ماتش اوحش قدام الكاميرون وخسروا. ازاي احطه في افضل اداء في دور المجموعات؟ ومنتخب اسبانيا هكذا، هو عمل ماتش بتاع السبعه، بعد كده اتعادل الماتش وخسر اخر ماتش من اليابان. وانجلترا عملت اول ماتش حلو، بعد كده لعبت اداء روتيني جدا في الماتشات اللي باقي كلها. فما اقدرش احط انجلترا بصراحه وسط افضل منتخبات. فلا، الخمس منتخبات اللي انا بقولها دي عملت، انا استمتعت بلعبهم. انا استمتعت بلعب المغرب واليابان والسنغال وفرنسا والسعوديه، استمتعت بيهم الصراحه. وكوريا الجنوبيه كنت ممكن احطها في المجموعه دي، ولكن هي لعبت ماتش وحش جدا قدام اوروجواي وقدام غانا كسبتها. لعبت اداء حلو، بس غانا كسبتها في الاول والاخر وكسبت الماتش الاخير بتاع البرتغال. ولكن دول افضل 5 منتخبات انا شايف من وجهه نظري يعني في دور المجموعات. نخش بقى على اسوأ 5 منتخبات كانوا في مرحله المجموعات دي. طبعا ما ينفعش ان السلسله دي تبدا من غير ما نتكلم على البسكليتات اللي هم مين؟ منتخب المانيا. كانوا زمان الماكينات الالمانيه، دلوقتي بقوا العجل الالماني لا مؤاخذه. هم من حيث صناعه الفرص والبتاع هم من اقوى المنتخبات اللي عملت فرص واداء في البطوله. ولكن انا بالنسبه لي هم اسوأ منتخب في البطوله بسبب حاجات تانية بقى، بسبب مواقف خدوها، بسبب حاجات عملوها. بس هم اسوأ منتخب بالنسبه لي في البطوله. ثاني اسوأ منتخب في البطوله السنه دي هو منتخب قطر. منتخب قطر يعني انت كاس العالم على ارضك وبين جمهورك والدنيا كلها مهيئه انك تعمل اداء، ومش يا سيدي مش هقول لك نتيجه، بس تعمل اداء انك تطلع بالمستوى ده وتطلع اخر المجموعه ب3 هزايم يعني وجون. يعني بصراحه دي حاجه سيئه جدا. ثالث اسوأ منتخب في البطوله السنه دي هو منتخب ويلز. منتخب ويلز ما عملش حاجه في البطوله كلها غير اول ماتش قدام امريكا، التعادل 1-1. بعد كده ما شفناش ويلز خالص. ثاني ماتش ايران
لسوعتها 2-0، وبصراحه كان ايران عامله ماتش جامد قوي عليها، وفي الاخر شفنا انجلترا ايه ظرفتها وخلصت البطوله منها. فلا لا كان مستواهم وحش جدا ويلز الصراحه. رابع اسوأ منتخب في البطوله السنه دي هو منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا معاه قائمه قويه جدا من اللعيبه بقى، لوكاكو، كيفن دي بروينا، ومش عارف هنفضل نعد، وهازارد، وهنفضل نعد كتير. فانك معاك اللعيبه دي والمستويات دي وتطلع بالمستوى ده وتطلع بالشكل ده من كاس العالم في الاول دور، والاداء ده حتى مش نتيجه بس، ما انت ما لعبتش وخسرت حظ، لا انت لاعب اداء سيء جدا. فلا كان لازم يتحطوا في قائمه اسوأ 5 منتخبات في البطوله السنه دي. واخر منتخب نقدر نحطه في القائمه دي هو منتخب اوروجواي، لان اوروجواي صراحه ما عملتش اي حاجه غير اخر ماتش بتاع غانا قدام البرتغال خسروا، قدام كوريا الجنوبيه اتعادلوا، قدام غانا كسبوا بس يعني هم شدوا حيلهم في اول نص ساعه في الماتش. بعد كده غانا هي اللي سايقه الماتش، يعني حاجه سيئه جدا. مستوى ما يرقاش اللي هم يصعدوا لدور 16 اصلا، وكاس اللي هم خرجوا. عشان زي ما قلت انا بكره الاورجواي اصلا من الاول. صراحه كنت عايز احط تونس من اسوأ المنتخبات اللي حطت في البطوله دي. لو ما كانتش كسبت فرنسا كنت حطيتها في القائمه بتاعت اسوأ 5 منتخبات، ولكن ربنا كرم وكسبوا فرنسا يعني. وهنا بقى عايز اتكلم على حاجه عن المشاركه بتاعت المنتخبات الافريقيه او المشاركه الافريقيه عامه في كاس العالم السنه دي. هي بصراحه مشاركه انا شايفها ناجحه بنسبه 70-80%. ليه؟ لان انت عندك انت داخل بكام منتخب؟ انت داخل بالمغرب والكاميرون والسنغال وغانا وتونس. كام منتخب صعد بينهم دور 16 منتخبين؟ فدي حاجه كويسه جدا. انت قبل كده ما كانش بيحصل ده خالص، كان عندك منتخب واحد اللي بيكمل وبختك يا ابو فيد بعدها. انما عندك السنغال تكمل والمغرب تكمل، واقل منتخب طالع من المنتخبات الافريقيه بنقط طالع ب3 نقط، ده اقل منتخب. انت عندك السنغال معاه 6 نقط، المغرب معاه 7، الكاميرون معاه 4، مين تاني؟ تونس معاه 4، غانا معاه 3. فانت لا المشاركه بتاعت المنتخبات الافريقيه مشاركه مميزه جدا المره دي، ونتمنى المنتخبات تشد حيلها في كاس العالم الجاي ان شاء الله. يحيينا ويحييكم ربنا بقى للي يعيش. فلا عايزين نشوف مستوى ان الخمسه يكملوا بعد كده ويوصلوا لادوار اعلى. ولو منتخب افريقيا السنه دي كمل وصل لنص النهائي مثلا، لا الفيفا هيفكر بعد كده يزود المنتخبات الافريقيه كاس العالم. فبالتوفيق ان شاء الله للمنتخبين اللي هم وصلوا، اللي هم المغرب والسنغال في الفتره الجايه في دور 16، وان شاء الله يكملوا لابعد نقطه في البطوله باذن الله. نخش بقى على ايه؟ على التوقعات، وصلوا على النبي كده. التوقعات بتاعتي دايما مش عارف ليه في الفتره الاخيره بقت بتيجي الارض. ولكن هنبدا باول حاجه. اول ماتشين في دور 16 هم هيبقوا هولندا وامريكا والارجنتين واستراليا. انا متوقع في اول ماتش ان هولندا هي هتكسب والارجنتين هتكسب، وهنشوف هولندا ضد الارجنتين. الماتشين اللي بعدهم هم ماتش اليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا. انا متوقع بصراحه مفاجاه في الماتشين دول، مش ماتش واحد بس، لا هيبقى في مفاجاه في الماتشين دول. اليابان هتكسب كرواتيا، وكوريا هتكسب البرازيل، وهيبقى الماتش ما بين اليابان وكوريا. حد هيقول لي يا عم انت اللي بتقوله ده، لا بس الاداء بيوحي كده، الاداء بتاع اليابان وكوريا يوحي. عندنا بعد كده فرنسا وبولندا وانجلترا والسنغال. فرنسا هتكسح بولندا وهتصعد كالعاده، ولكن هنا السنغال هتعمل مفاجاه وهتكسب انجلترا وهتلاعب فرنسا في دور الثمانيه. بعد حد يقول لي ازاي انجلترا والسنغال تكسب ازاي؟ لا السنغال ادائها قوي جدا، وانجلترا ادائها في النازل، يعني من اول البطوله انجلترا ادائها في النازل. فالسنغال لا السنغال هتكسب انجلترا ان شاء الله وهتوصل لدور الثمانيه وهتلاعب فرنسا. نيجي بقى لاخر ماتشين في الدور 16 هم ماتش المغرب واسبانيا والبرتغال وسويسرا. المغرب واسبانيا ده توقع وتمني باذن الله، يعني انا مش عايز افقر فيها ومش عايز بتاع، بس ان شاء الله المغرب هتكسب اسبانيا باذن الله. وبين البرتغال وسويسرا هنا معلش بقى عذرا الدون، سويسرا هتكسب البرتغال لان البرتغال برضه ادائها في النازل. فيبقى الماتش الاخير في دور الثمانيه بين المغرب وسويسرا. نخش على ماتشات دور الثمانيه، واول ماتش فيها هو ماتش هولندا والارجنتين. وهنا انا متوقع يعني مش هيحصل اي مفاجآت، وحاج سيد هيكمل معانا والارجنتين هتكسب هولندا وتوصل لنص النهائي. الماتش الثاني ما بين اليابان وكوريا، اليابان هتكسب كوريا وهتوصل لنص النهائي. الماتش اللي بعده فرنسا والسنغال، باي باي السنغال، فرنسا هنا هتكسب السنغال وهي اللي هتوصل لنص النهائي. الماتش الاخير المغرب وسويسرا، المغرب ان شاء الله هتكسب سويسرا وهتوصل لنص النهائي. ماتشات نص النهائي هنا بقى مش هيبقى فيها اي مفاجآت. الارجنتين واليابان، الارجنتين هتكسب وتصعد للنهائي، وفرنسا والمغرب للاسف هنا هيقف قطر المغرب وهيوصل لحد نص النهائي ومش هيكمل. فرنسا هتكسب المغرب وهتوصل للنهائي، وهيبقى الثالث والرابع ما بين المغرب واليابان. للاسف برضو هنا اليابان هي اللي هتكسب وتاخد المركز الثالث. انما النهائي بقى ما بين الارجنتين وفرنسا، للاسف يا حاج سيد فرنسا هتكسب كاس العالم الثاني على التوالي، لان فرنسا تقيله جدا، هتبقى تقيله جدا على الارجنتين، وفرنسا هتبقى هي بطل العالم السنه دي. ودي توقعات بقى، معرفش انا بصراحه. لو تمنيات في النهائي او تمنيات الارجنتين تكسب، انما واقعي لا، فرنسا لو قابلت الارجنتين فرنسا اللي هتكسب. وده كان توقعي من اول دور ال 16 لحد النهائي، وربنا يستر بقى احسن. احنا مفاجآت كتير قوي في كاس العالم السنه دي، ولسه هنشوف بقى اللي هيحصل ايه في كاس العالم.
يا ريت لو انت وصلت للحته دي في الفيديو تكتب لي توقعاتك للماتشات اللي جايه بعد كده في تعليق تحت لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك هكذا تكتب لي تعليقك. وما تنساش بقى تعمل اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس زي ما اتكلمنا في الاول كده. ولو انت على الفيسبوك تعمل لايك لصفحه النسر وتشير الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان خاطر الفيديو ينتشر. وتابعني على كواي وعلى التيك توك والريلز وكل الكلام ده، بنزل في الحاجات دي وسايب اللينكات تحت. شكرا جدا للناس اللي بيدعموني، واشوفكم باذن الله في حلقه جديده من برنامج النسر قطر 2022. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.